ودعي حب الشباب، ودعي التسبغات، الهالات السوداء، البقع الداكنة، الكلف اللي ناس كتير بتشتكي منه، سواء الكلف من الحمل أو الكلف الناتج من أشعة الشمس. ودعي حب الشباب، ترطيب عالي جدا للبشرة، وصفة هتقاوم لك الشيخوخة. وكل ده اللي احنا بنقول عليه ده بمكونات طبيعية، غير ان هي بتعززك الكولاجين. مكونات طبيعية كلها من البيت، تعمليها في تلت ساعة لكن هتفرق معاكي كتير في بشرتك. هتدي نضارة للبشرة، هتعزز الكولاجين في البشرة. شباب دائم، نضارة دائمة للبشرة. حبايبي ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وعافية وستر. قبل ما نبدأ الوصفة مع بعض، صلوا وسلموا على الرسول عليه الف صلاه والسلام. زيدوا النبي صلاه، لا تنسوا الصلاه على الرسول عليه الصلاه والسلام، تقضى بها الحوائج. وقبل ما نبدا الوصفه مع بعض، انا ام عمرو معاكم من مصر. كلكم بناتي وكلكم اخواتي في الله، يا رب تكونوا بعافيه وصحه وستر. ما تنسوناش يا حبايب قلبي باللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الزر والجرس عشان يوصلكم كل جديد، وشاركوا الفيديو عشان الكل يستفاد. القناه هتكبر بيكم وبحبكم وبدعمكم. الوصفه اللي هناخدها النهارده كلكم تسمعوا عن ماسك القهوه. ماسك القهوه ده سحر للبشره، معجزه حقيقيه للبشره، نضاره للبشره من اول مره، تفتيح للبشره، تبييض للوجه، ازاله التسبغات، ازاله البقع الداكنه، التخلص من الكلف. I walked in the club, everything changed when I walked in the club. He was looking at me out loud. You were on my body, I drip and I drown. So he says, I heard you were saying. لك على وصفتين لماسك القهوه، الاثنين يعني يقولوا انقح من بعض، فظاع بصراحه. من اول مره نتيجه واضحه ومرضيه، هتسعدك جدا ومش هتصدقي نفسك اما تبصي لوشك في المرايه. اول حاجه في اول ماسك هنعمله مع بعض، هنجيب معلقه قهوه. المكونات اللي هقولها ديت صغيره: معلقه قهوه صغيره، معلقه نشا صغيره، صفار بيضه، تمام، معلقه حليب كبيره. تمام كده. هنخلط كل المكونات اللي عندنا مع بعض، وبعدين هنحطها على البشره اول طبقه. بقى قبل ما نحط تاني طبقه هنحط مناديل تكون سميكه على البشره عشان لما اجي اشيلها تشيل بكل سهوله. وبعدين ننزل بالطبقه الثانيه من الماسك. هنسيبه على البشره لمده 20 دقيقه لما البشره تتشربه. اول ما نحط الطبقه الاولانيه هنعمل البشره تدليك خفيف كده، بايه؟ تدليك دائري خفيف على البشره عشان انشط الدوره الدمويه وتمتص لي كل المكونات اللي فيها فايده في الماسك. تمام. وبعدين احط مناديل واحط الطبقه الثانيه، وزي ما قلنا بنسيبها على البشره لمده 20 دقيقه. وبعدين هتجف، انزع المناديل من تحت لفوق بكل هدوء، واتفرجي على جمال ونضاره بشرتك. وبعدين اغسل البشره بميه بارده، وبعدين ترطيب. والاحسن ان انا اعملها بتلج بعد الميه البارده عشان اقفل المسام. والاحسن كمان لو كان عندك المكعبات ديت لحليب جوز الهند مجمده في الثلاجه، او مكعبات ميه رز، تمام. كل الحاجات دي، او مكعبات صبار برضو مجمده في الثلاجه، كل الحاجات دي بتدي نضاره لبشرتي وبتقفل لي المسام. وبعدين ارطب باي كريم مرطب عندي. هسيب لك في اول تعليق مثبت كريم احنا عاملينه على القناه سوا للتسبغات والكلف والبقع الداكنه وحب الشباب والهالات، بيدي نتيجه جميله جدا غير تفتيح وتبييض الوجه. هسيبهولك في اول تعليق مثبت كريم معجزه، لا يمكن هتلاقيه يعني حصر على القناه عندي، محدش هيقولك على الاسرار اللي في الكريم ده غيري. تاني حاجه عندنا القهوه. القهوه هنستخدم معاها المره دي مكون يعني معجزه في علاج الكلف، ومعجزه في علاج التسبغات والبقع الداكنه. المكون اللي هستخدمه اللي هو ايه؟ اللي هو الحمص. هسيب لكم صوره ليه، اللي بنعمل فيه بيه في مصر حمص الشام. الحمص ده هنجيبه ونطحنه في الخلاط وناخد منه معلقه صغيره، ناخد النعم بتاعه، تمام، ومع معلقه قهوه صغيره، اي قهوه متوفره عندك، او حتى بديل اللي هي القهوه سريعه الذوبان، تمام. معلقه كركم صغيره، لان الكركم معروف ان هو بيفتح البشره، بيقلل التسبغات، بيدي نضاره البشره، وبينور البشره، تمام. بعد كده ايه؟ عندي معلقه حمص، معلقه قهوه، معلقه كركم، كل ده معلقه صغيره، تمام. معلقه حليب بودره. هنعملهم بايه؟ هنجيب بطاطسايه متوسطه نبشرها وناخد الميه بتاعها، نخلط بيها المكونات مع ليمون.
يكون الليمون قد ميه البطاطس. يعني لو انا هاخد من البطاطس معلقه ونص كبيره، هاخد من الليمون معلقه ونص كبيره، الاثنين متساويين، واخلط بيهم المكونات اللي احنا قلنا عليها، او معلقه كبيره من ميه البطاطس، معلقه كبيره عصير ليمون، ونخلط بيهم المكونات اللي احنا قلنا عليها، معلقه كبيره قهوه، معلقه كبيره كركم، معلقه كبيره حمص، معلقه كبيره حليب بودره. نخلط بيها كل المكونات لما تبقى عندي عامله زي عجينه الكيك او خفيفه سنه عنها. تمام. وبعد كده افردها على وجهي لمده 20 دقيقه، وبعد 20 دقيقة أكون جفت بإذن الله. أغسل الوش وبعدين بمية باردة، وبعدين أقفل المسام زي ما قلنا. مكعب يكون في التلاجة مكعبات صبار، أو مكعبات مية عادية خالص، أو مكعبات حليب جوز الهند، او مكعبات لبان دكر. اي مكعبات تكون انت عاملاها ومتلجاها في التلاجة، ده كله يقفل المسام ويدي نضاره البشره. وبعدين اي كريم مرطب عندي برطب بيه البشره. الماسك بيتعمل كام مره في الاسبوع يا ام عمرو؟ انا جايه لك في الكلام. الماسك بيتعمل مرتين في الاسبوع، ما تروحيش بعيد، علشان لسه هقول لك على وصفه رهيبه 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 لتفتيح الايدين اللي اتهرت من المطبخ وبين المواعين ومن شغل البيت، وتفتيح القدم، وتفتيح جوزة القدم والكعب. كل ده هقول لك عليها تفتحيه ازاي بمكونات برضو من بيتك، بس معجزه حقيقيه. في خلال دقايق مش هتصدقي بياض ولا نعومه ايدك ورجلك، هتبقى عامله زي قدم وايد البيبي. المكونات ايه؟ هقول لك على المكونات. المكونات عندي ليمونه، عصره ليمونه، عصير ليمونه، معلقه صغيره بيكربونات صوديوم، معلقه صغيره نشا، معلقه صغيره كركم. كل المكونات ديت بنخلطها مع بعضها مع معلقه صغيره قهوه. يبقى عندي كركم، نشا، قهوه، بيكربونات الصوديوم، بيقولوا عليها في مصر بيكربونات، واللي بنجيبها من عند العطار، اللي بتتحط مع الطعميه. ماشي يا حلوين؟ طبعا لما تحط مع الطعميه كله فهمها دلوقتي وعرفها دلوقتي. البيكربونات اللي بنحطها مع الطعميه بنحطها مع قرص البيض في مصر. تمام. يبقى انا عندي معلقه صغيره قهوه، معلقه صغيره نشا، معلقه صغيره بيكربونات صوديوم، معلقه صغيره كركم. تمام. كل دول هخلطهم بعصير ليمونه صغيره او وسط، او الليمون اللي هو الاصفر الكبير نص ليمونه، نخلطهم بيه ونحطهم على الرجل او الايد ونلبسها كيسه. تمام. او جوانتي بلاستيك لمده 10 دقائق. وبعدين اغسل ايدي، افرك اللي على ايدي كله واغسله بميه بارده، وبعدين ارطبها. وتفرجي على جمال ايدك. طبعا دي بتعمليها مرتين في الاسبوع عشان تحافظي على نضاره وبياض ونعومه البشره تبع الايد والرجل. تمام كده يا امارات. يا رب اكون افدتكم بالوصفات بتاع النهارده. وصفات جميله جدا وهتعمل معاكي نتيجه اكتر من رائعه للوجه او للايد او للقدم. تمام. يا رب اكون افدتكم. لو افدتكم واستفدتم من الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وشاركوا فيديو عشان الكل يستفاد. حبايبي بذكركم بذكر الله والصلاه والسلام على خير الانام، عليه الف صلاه والسلام. زيدوا النبي صلاه تغدى الحوائج بالصلاه والسلام على خير الانام. لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وكل شيء قدير. تقولها كل يوم 100 مره بتسقط ذنوبك ولو كانت مثل زبد البحر. الاستغفار بيحل كل مشاكل في حياتك. لو كان عندك مشاكل مستعصيه جدا في حياتك، عليك بقراءه سوره البقره كل يوم. بتعمل يعني ايه استقرار نفسي وهدوء في البيت وراحه نفسيه ما بعدها راحه. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. تقولها كل يوم 10 مرات. الملائكه بتكتبك من الذاكرين، وربنا سبحانه وتعالى بيعطي الذاكرين اكتر من يعطي السائرين. زيدوا النبي صلاه. وبحبكم في الله كتير.